إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 20 من مارس عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات مع الزميل أحمد شريف. وفي حلقة اليوم يسلط لكم الزميل أحمد شريف الضوء على أماني وتطلعات الإريتريين في المناسبات الدينية والوطنية في جزئها الأول، على أن نستكمل وإياكم الجزء الثاني في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أبتدئها بالعناوين. الرئيس الصومالي يقوم بزيارة إلى إريتريا هي الثانية من نوعها خلال أقل من 3 أشهر. القوى المدنية في السودان تندد بتصريحات العطا وتتهم الجيش بالتشبث بالسلطة، وتقارير حقوقية تفيد مقتل وجرح أكثر من 600 شخص في ولاية الجزيرة. ومصر والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاق شراكة وتعاون لمكافحة الإرهاب والحد من تدفق الهجرة غير الشرعية. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. في زيارة استغرقت يومين قام الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بزيارة إلى إريتريا الأحد الماضي، وهي الثانية من نوعها خلال أقل من 3 أشهر. وبحسب وسائل الإعلام الرسمية في البلدين، فإن الزيارة جاءت في إطار تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في ظل التطورات والتحديات التي تمر بها المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين أثيوبيا وإدارة إقليم أرض الصومال غير المعترف به دوليا، والتي تهدف إلى منح أثيوبيا منفذا بحريا مقابل حصول أرض الصومال على اعتراف أثيوبي كامل، بالإضافة إلى حصة من أسهم شركة الخطوط الأثيوبية. وهو الاتفاق الذي أثار جدلا واسعا في المنطقة وقوبل بتنديد من بعض الدول والمنظمات الإقليمية. كما أن الزيارة تأتي في إطار الأحداث الأمنية المتلاحقة التي يشهدها الصومال جراء الهجمات المتتالية التي تشنها حركة الشباب، والتي كان آخرها استهداف فندق قرب القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو، وأودى بحياة عدد من الأشخاص. تجدر الإشارة إلى أن إريتريا كانت قد دربت في السنوات الماضية نحو 5000 جندي صومالي عادوا إلى بلادهم للمشاركة في الحرب التي تشنها الحكومة الصومالية للقضاء على حركة الشباب، وأنها ما زالت تدرب قوات نوعية مختلفة في الوقت الحالي. ندد قادة بارزون من قوى الحرية والتغيير في السودان بتصريحات مساعد قائد الجيش السوداني الفريق ياسر العطا، التي قال فيها إن الجيش لن يسلم السلطة في الفترة الانتقالية للمدنيين إلا بعد إجراء انتخابات عامة في البلاد. واعتبرت تلك القيادات أن تصريحات العطا تأتي في إطار تشبث الجيش بالسلطة، مؤكدين بأن العطا أفصح عن الأهداف الحقيقية لهذه الحرب ونوايا الذين يقفون خلفها من أجل استعادة السلطة من قبل الإسلاميين ومنسوبيهم وحلفائهم من كبار الضباط، وفقا لتصريحات ياسر عرمان. وجاءت تصريحات العطا بعد التقدم الذي حققه الجيش على قوات الدعم السريع في مناطق من أحياء أم درمان في الأسابيع الماضية، كان من ضمنها سيطرته على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في أم درمان. من جهة ثانية، قالت تقارير حقوقية حديثة لمبادرة محامو الطوارئ السودانية والمعنية برصد الانتهاكات الحقوقية إن 248 مدنيا قتلوا
وجرح 347 آخرين في هجمات لقوات الدعم السريع على مدن وقرى ولاية الجزيرة في أواسط السودان منذ بدء الحرب في 15 من أبريل وحتى مارس الحالي. ووثق التقرير حالات قتل خارج نطاق القانون وإطلاق نار عشوائي على تجمعات المدنيين بشكل مفصل، وأفاد أن جميع هذه الحوادث وقعت على مدنيين في مناطق خالية من المظاهر العسكرية. وقعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقيات بقيمة 7.4 مليار يورو الأحد الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، وتشمل الاتفاقيات مجالات عدة من بينها الاستثمار والتعاون على الحد من تدفق اللاجئين وطالب اللجوء إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب. ويأتي هذا الاتفاق بعد أيام قليلة من اتفاقات مماثلة وقعها الاتحاد الأوروبي مع بعض دول الشمال الإفريقي. وجاء توقيع هذه الاتفاقية في القمة الأوروبية المصرية التي عقدت في القاهرة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين ورؤساء حكومات إيطاليا واليونان وبلجيكا. كما أن الاتفاقية جاءت في وقت تواجه فيه مصر ضغوطات كبيرة بسبب تدفق اللاجئين من جارتها الجنوبية السودان جراء الحرب الدائرة منذ عام، إضافة إلى الحرب الدائرة في غزة عند حدودها الشرقية وتخوفاتها من انعكاس ذلك عليها في حال قامت إسرائيل بشن هجوم على مدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية. وذكرت إذاعة فرنسا الدولية أن الغرض من زيارة زعماء الاتحاد الأوروبي لمصر هو التوقيع على معاهدة مماثلة بشأن تقييد اللاجئين وطالبي اللجوء كما هو الحال في تونس. وكانت تونس قد قامت بترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء من المدن إلى الصحراء الكبرى بعد توقيع اتفاقيات مع الدول الأوروبية خاصة إيطاليا. كما أن جماعات حقوق الإنسان كانت قد اتهمت الحكومة التونسية بارتكاب انتهاكات أثناء مطاردة اللاجئين وطالبي اللجوء. وكانت إيطاليا أيضا قد أبرمت اتفاقيات مماثلة مع ليبيا لإعادة اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين في البحر الأبيض المتوسط. تجدر الإشارة أنه ومع تزايد الكراهية ضد اللاجئين وطالبي اللجوء في الدول الأوروبية تقوم الحكومات بسن سياسات وقوانين مختلفة للحد من الهجرة. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام، كما أشرنا في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات من إعداد وتقديم الزميل أحمد شريف. وفي حلقة اليوم يسلط لكم الزميل أحمد الضوء على آمال وتطلعات الإريتريين في المناسبات الدينية والوطنية، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وصوم الأربعين للطائفة المسيحية في إريتريا. وحلقة اليوم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات هي الجزء الأول من الموضوع، على أن نستكمل وإياكم الجزء الثاني والأخير من الموضوع في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج متابعات من إذاعة إيرينا الدولية في باريس. في مستهل هذه الحلقة، وهي الحلقة الأولى في شهر رمضان المبارك من برنامج متابعات لهذا العام 1445 2024. أرحب بكم أجمل ترحيب، وأقول في البدء كل عام وأنتم بخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعم البلاد بالأمن والسلام والاستقرار، وأن تشهد إريتريا الأمن المفقود والسلام المنشود، وتعود الطيور المهاجرة ويعود المواطن الإريتري أينما كان إلى وطنه وينعم بالأمن والاستقرار. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، درجنا في إذاعة إيرينا الدولية من باريس كل عام
أن نكرس جانبا من برامجنا للمناسبة العظيمة التي تطل كل عام، والشعب الإريتري من بين الشعوب التي تحتفي بقدوم شهر رمضان المبارك. كل المدن الإريترية وكل الشعب الإريتري بمختلف أطيافه ومعتقداته، وتعيش البلاد كما نعلم جميعا هذه المناسبة العطرة السنوية، تعيشها روحانيا ووطنيا، وتجدد من خلالها شكرها لله سبحانه وتعالى. وكذلك تتلاحم الأسر مسلمين ومسيحيين ويتوادون ويتبادلون السلام والإفطار والهدايا، وهكذا درجة العادة الإريترية. طبعا رمضان هذا العام يأتي والبلاد تعيش أوضاع كما نتابعها في وسائل الإعلام الإريترية الداخلية والخارجية دوما مع الأسف الشديد، يعني كل عام تردلون كما يقال، كل عام والبلاد تشهد تراجعا في مختلف مناحي الحياة. صحيح مقارنة بدول كثيرة، دول مجاورة، أن البلاد قد تبدو هي مستقرة نوعا ما أمنيا وعسكريا، ولكن في الجانب الإداري والجانب السياسي والجانب المجتمعي هي تعيش شكل من أشكال الأوضاع التي تشبه وحدة وتفكك، أمن وغير استقرار. ولذلك يكفي كمشهد أنه يعني كم نسبة المواطنين الذين أجبروا للخروج من ديارهم ولا يستطيعون أن يعودوا إلى بلادهم. تكفي هذه المعادلة وهذه الحقيقة الدامغة أن شيئا غير طبيعيا تعيشه إريتريا. أي واحد موجود فينا الآن في الخارج لو سئل، لو قيل له أين كنت تتمنى أن تصوم هذا الرمضان، خاصة أنه رمضان هذا العام بالنسبة للمسلمين وصيام الإخوة المسيحيين في إريتريا صيام الأربعين برضه هو يتزامن في شهر واحد هذا العام. فلو سألت سواء كان مسلما أو مسيحيا وقلت له في أي بلد كنت تتمنى أن تصوم هذا العام، لو سألت أعتقد أنه لو المسائل بالأماني والأمنيات أعلى نسبة، النسبة الكبرى والنسبة العليا ما يقارب 100%، خلونا نقول 90%، كان حيقول لك لو المسائل بالأماني كنت أتمنى أن أصوم في إريتريا. وهذه الأمنية لا تأتي من فراغ، وطالما هي أمنية أي إنسان مواطن، وأنا شخصيا أمنيتي أن أصوم في وطني إريتريا، سواء كان في أوردات سواء كان في أسمرة، هذه المدن التي صمت بها. وكل مستمع كريم يعني يحدث نفسه ليته صام في بلده سواء كان مسلما أو مسيحيا. وطالما أن هذه الأمنية، يعني ما المانع أن تتحقق هذه الأمنية؟ ليس هنالك، يعني ما كل الناس بمستويات مادية وحدة، ولكن إذا كانت المسائل طبيعية والإنسان يستطيع أن يدخل ويخرج كما يشاء، وتتوفر كل الظروف التي تمكن الإنسان أن يزور بلده أينما شاء ويخرج من بلده كيفما شاء، الظروف المادية والظروف الأخرى هي في متناول اليد لكثير من الناس. صحيح هنالك من يعيش ظروف غير طبيعية، ظروف أوضاع مادية مختلفة، خاصة أولئك المتواجدين في معسكرات اللجوء وما إلى ذلك. نحن لا نعمم، ولكن هناك المستطيعين المقتدرين الذين كان يمكن أن يدخلوا إلى بلادهم ويمارسوا شعائرهم ويعيدوا أجمل الأعياد. دائما الأمنيات أجمل الأعياد هي أعياد البلاد، وما أتى عيد وإلا الناس يمنون، يقول لك إن شاء الله العيد الجاي في البلد، يعني في أي مدينة من المدن. يعني واحد يقول لك في دكمحري، واحد يقول لك في مندفرة، واحد يقول لك في أسمرة، واحد كرن، أغردات، نقفة، يعني أفلباء، أي حتة يعني في إريتريا يتمنى ويقول لك إن شاء الله العيد الجاي في البلاد. ولذلك هذه الأمنية
لا تتحقق فقط لأنه هنالك شيء غير طبيعي، سياسة غير طبيعية، حكم غير راشد، وبالتالي دائما أفراحنا منقوصة، روحانياتنا منقوصة دائما، ومجتمعاتنا دائما تعيش أوضاع غير مستقرة. والدليل على ذلك عزيزي المستمع، هنالك من خرج من الرعيل، من الجنود، من السياسيين الذين خرجوا من إريتريا منذ سنوات طويلة ولم يتمكنوا العودة حتى اليوم، بل بالعكس خرج الآلاف بل مئات الآلاف من البشر خرجوا على وجوههم ولا يزالوا هائمون، كما أن القدر قد كتب عليهم أن يتيهوا في الأرض. هذه إذاعة إرنا. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لا زلتم مع إذاعة إرنا الدولية في باريس، ونواصل ما انقطع من حديث عزيزي المستمع. أننا كما قلت هنالك فئة كبيرة من المواطنين والمناضلين والسياسيين لا يستطيعون اليوم العودة إلى بلادهم نتيجة للوضع غير الطبيعي الذي تعيشه إريتريا. ولو كانت المسائل بالأمان كما قلت، كانت الأمنيات كلها أن تتوجه إلى البلاد وتعيش روحانياتها الرمضانية وصيام الأربعين في بلادنا. كنت أقول إنه لولا الموانع الأخرى لبعض الناس، لكن هناك فئة كبيرة من الناس كان يمكن أن يعودوا إلى بلادهم، وحتى الذين لم تمكنهم حياة الغربة وحياة اللجوء وحياة المعاناة في المهجر، حتى إذا كانوا خارج المعسكرات نتيجة لتقلب الأوضاع. ولو كانت المسائل طبيعية 34 سنة من عمر الاستقلال كل عاد إلى وطنه وإلى بلده وإلى قريته وإلى مدينته، كان يمكن أن تتبدل الأحوال ويمشي الناس نحو الأفضل. ولكن كل يوم البلاد تشهد مزيد من التراجع ومزيد من الانهيار والخروج من البلد بشكل أساسي. صحيح هذا الرمضان وصيام الأربعين هذا العام يأتي في أوضاع اقتصادية صعبة للغاية تعيش إريتريا نتيجة لصعوبة الحياة وكذلك وتغير الأوضاع السياسية في دول الجوار، سواء كان السودان، إثيوبيا ودول أخرى، وخروج عدد كبير كذلك من دول الخليج يعيشون في سواء كان في مصر أو غيره، أقصد من الإريتريين. كل هذا يشكل عبئا كبيرا على الطاقة والجيب الإريتري سواء كان في الداخل والخارج، وينعكس ذلك على المواطنين المتواجدين في الداخل بشكل رئيسي. وفي ظل هذه الأجواء غير المستقرة، أوضاع اقتصادية صعبة للغاية، ظروف اجتماعية وظروف صحية وغير ذلك من الأوضاع الغير مستقرة أمنيا وسياسيا، على الرغم من هذا وذاك لا يزال المواطن الإريتري متشبث بقيمه الدينية وقيمه الوطنية، ويعيش الفرحة الإيمانية بكل ما تعني هذه الكلمة، على الرغم من المعاناة التي يواجهها بشكل مباشر في حياته. ولا تكاد أسرة اليوم في إريتريا وإلا تنتظر وفاتحة فمها لتلقي المساعدات من الخارج، والذين في الخارج يعني كان الله في عونهم، ليس هنالك من لم يمد يده إلى ذويه وأهله داخل البلد. وهذه قدرية إريتريا. صحيح كثير من دول العالم تعيش مثل هكذا، ولكن ليس كحال الشعب الإريتري. حتى الموظفين، حتى أصحاب المحال التجارية، حتى أولئك الذين كانوا يعتمدون على أنفسهم في السابق، اليوم ينتظرون الهبة وينتظرون المعونة، وحتى هنالك من ينتظر الصدقات يعني. وهذه الحالة هي لا تشبه الشعب الإريتري، ولا يعني ما كان يتوقعها أي فرد، والبلاد مقبلة على
فجر التحرير في بداية التسعينيات قبل 3 عقود من الزمن. كنا نقول سنودع المعاناة الحياتية اجتماعيا واقتصاديا وحتى سياسيا مع زوال آخر نفس للاستعمار الإثيوبي. كل كان يأمل وأن تعيش إريتريا وشعبها حالة من حالات الأمن والاستقرار والتنمية والتطور. والشعب الإريتري معروف أنه شعب كادح وشعب مكافح وشعب يعتمد على نفسه في كل شيء، ولكن أجبرته الحياة أن يمد يده إلى الآخر، حتى إلى ذويه. المواطن الإريتري معروف أنه رجل إنسان عفيف لا يمد ولا يسأل حتى ذويه، ولكن اليوم المسألة أصبحت في غاية الصعوبة إلى أن يمدوا أيديهم وأصواتهم إلى خارج ذوي الأرحام. راديو إرنا. راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتس راديو. على الرغم من هذا وذاك عزيزي المستمع، لا يزال الأمل في الله سبحانه وتعالى كبير أن يستريح هذا الشعب من هذه المعاناة ومن الهجرة ومن الغربة ومن كذلك من الشتات الأسري الموجودة اليوم. لا تكاد تكون يعني أسرة إريترية اليوم، يعني بالكاد ربما تجد أسرة إريترية متواجدة بكامل أفرادها، ليس في الداخل حتى في الخارج. وهذه حالة لا تشبه الحلم والأمل الإريتري الذي يعني عاش ويعني وراود الخيال لسنوات طويلة أيام الكفاح المسلح بفعل فاعل ونتيجة للوضع السياسي الموجود. يعني الأسر حتى الموجودة في الخارج، كل مجموعة 2 3 في قارة و2 1 في دولة أخرى، وهكذا لا الداخل اتلم ولا الخارج التأم. ولذلك أنا أتمنى وأرفع أكفي إلى الله وأسأل الله أن تشاركون هذه الأمنية والدعوة، أن يلم شعث وشمل الأسر الإريترية الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك، ويستريحون الناس يعني فرقة وغربة وشتاتا. كم من الأسر الإريترية بتسمع رحيل من ذويها ومن أرحامها ولم يروهم لعشرات السنين. يعني كبير على النفس الإريترية أن تعيش هذه المأساة المركبة. وهنالك حتى الذين في الخارج لا تمكنهم الظروف أن يتلاقوا في مكان ما في الخارج، وقد يرحل واحد وهو في منطقة بعيدة ومأسوفا عليه. ولذلك في طي هذه التحديات والمشكلات التي تواجهها إريتريا، لا تزال الأسرة الإريترية في الداخل تعيش فرحتها بالصيام والقيام، وكذلك على نفس المنوال الجاليات الإريترية الموجودة في الخارج قدرها أن تلتم وتعيش الفرحة الرمضانية. ومن هذا المنطلق عزيزي المستمع، يوم السبت الماضي أقامت الجالية الإريترية في مدينة ميلبورن، الإدارة الجديدة المنتخبة قبل شهر أو شهرين تقريبا، أقامت أمسية ومأدبة إفطارية مشهودة أنا لم أشهد مثلها خلال السنوات التي قضيتها في هذه القارة، الوطن الإجباري، مدينة ميلبورن في أستراليا. كان اللقاء الإريتري هذا العام مشهودا وفي مكان مناسب وتنظيم رائع وحضور من مختلف فئات المجتمع العمرية والسياسية وحتى الدينية. وكان يوما في غاية الجمال والروعة، يعبر عن تلاحم الشعب الإريتري، وقدمت كلمات يعني ربطت الناس بإريتريا ثقافة ولغة وروحانيا كذلك. وعلى نفس المنوال طبعا الجاليات الإريترية أينما وجدت في أوروبا وأمريكا وحتى الشرق الأوسط تقيم ولائم إفطارية رمضانية. نحن
نهيب بمثل هكذا مناسبات ومثل هكذا تجمعات، حيث السياسة أحيانا تفرق الناس في اتجاهاتهم الفكرية واتجاهاتهم السياسية، وحتى رؤاهم وتحليلهم للواقع الذي تعيشه إريتريا. ولكن المناسبات الوطنية كثيرا ما تجمع الناس المختلفين، وهذا ما شهدته مدينة ميلبورن من مختلف الاتجاهات، الذين مع وضد المجموعة والذين برضو لهم اتجاهات، كانوا تقريبا متلاحمين في أمسية رمضانية مشهودة. أنا أهيب بالجاليات الإريترية أن تستغل هذه المناسبات الدينية والوطنية وتلتئم وتعيش على الأقل حالة إريترية، وتنسق جهودها وتنسق أعمالها حتى ما تستطيع أن تعود إلى الديار. كذلك في هذه المناسبة الوطنية الدينية الكبيرة أشد وأضم صوتي إلى صوت الإعلاميين الذين يعملون في مثل هكذا أيام ويغطون الأخبار والبرامج والإفطارات الرمضانية، ويلتفتون كذلك إلى ما تعانيه إريتريا من أوضاع غير مستقرة وما إلى ذلك في إطار المعالجة الوطنية. الناس قد يكونوا منكفئين ومتجهين إلى اتجاهات، ولكن العمل الإعلامي والمسؤولية الإعلامية تحتم أن يستمر الناس في برامجهم، في تغطيتهم، في تواصلهم مع المستمع. أهيب وأشيد وأشكر زملائي من قبيلة الإعلاميين وكذلك رجال الدين الذين يتوجهون هذه الأيام بخطاب جمعي، بخطاب يدعو إلى مزيد من التلاحم، إلى مزيد من التسامح دينيا ووطنيا. هذه كذلك نشيد بها، ونتمنى إن شاء الله كما قلت في مستهل هذه الحلقة أن يعيده الله علينا عاما بعد عام، والبلاد قد تحررت وعاشت وتعيش إن شاء الله لم الشمل بالنسبة للوطن والمواطن الإريتري. سأتوقف هنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة نناقش فيها مثل هكذا أوضاع أو غيرها أو مناسبات أعني. وحتى ذلكم الحين هذه تحيات محدثكم معد ومقدم البرنامج أحمد شريف، تحياتي كذلك مقرونة بتحيات الزميل إدريس سليمان خليفة أبو هاشم في الإشراف والإخراج وفي إدارة القسم العربي لإذاعة إرينا الدولية من باريس. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج متابعات. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. الرئيس الصومالي يقوم بزيارة إلى إريتريا هي الثانية من نوعها خلال أقل من 3 أشهر. القوى المدنية في السودان تندد بتصريحات العطا وتتهم الجيش بالتشبث بالسلطة، وتقارير حقوقية تفيد مقتل وجرح أكثر من 600 شخص في ولاية الجزيرة. ومصر والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية شراكة وتعاون لمكافحة الإرهاب والحد من تدفق الهجرة غير الشرعية. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرينا الدولية في باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرينا.